السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. قبل ما نعمل اي حاجة هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده معنا غدا سهل وسريع وبسيط. غدا سهل وسريع وبسيط، السجق مع المكرونه الاسباجيتي في حله واحده، مش هياخد منك تكاليف كتير ولا وقفه في المطبخ كتير. هنجيب حله على النار فيها معلقتين من الزيت، وهنحط فيها نص كيلو من السجق، ما يعادل 500 جرام. بعد كده هنشوحه، مش هيتقلب خالص الا بعدها بشويه. تقلبي ممكن بالحله من هنا ومن هنا، او بالصينيه بالقماشه، لكن ما تمديش المعلقه فيه. بعد كده هيسيب يتشوح شويه، وبعد ما تلاقيه ظبط حاله ومسك نفسه، هتقومي جايه حط عليه حبتين من البصل مضروبين في الكب. بعد كده هيتساب يتشوح معاه شويه لمده 5 دقايق او 3 دقايق. بعد كده هتعملي على النص كيلو 5 فصوص توم مفرومين. بعد كده هتفرميهم، وبعد كده برضه هتشوحهم شويه. بعد كده هتجيبي معلقتين من الصلصه الجاهزه المعلبه، تعمليها على ايدك اي حاجه. وبعد كده هتحطها عليه، كل حاجه تاخد تشويحه مع بعضها. بعد كده هتنزلي بالفلفل الاخضر عندك، هتكوني مقطعاه ومجهزاه، غسله كويس ومقطعاه. التقطيع اللي على كيفك، صغير كبير كله بيستوي. وبعد كده تديله تشويحه، وبعد كده تكوني ضاربه طماطم في الخلاط فريش. وترجعي تاني تقومي بعد ما كل ياخد حاجه، بعد ما الحاجات دي كلها تستوي مع بعضها، هتقومي جايه حاطه عليها الطماطم. بعد ما احط عليها الطماطم، هكون مجهزه معايا 3 كوبايات من الماء الساخن، تكوني مجهزاها. بعد ما احط الطماطم، احط عليهم الميه السخنه معانا، 3 اكواب من الميه السخنه. بعد كده احط عليهم، مفيش له بهارات غير معلقه صغيره من الملح، ولو لقيتيه الملح مش مظبوط هتحطي كمان شويه. ونص معلقه من الفلفل الاسود، لو بتحبي زياده ممكن تزودي. فلفل اسود ممكن معلقه صغيره، لان هو نص كيلو من السجق، و 600 جرام من المكرونه الاسباجيتي او اي نوع مكرونه عندك. فالمقادير دي كويسه لنص كيلو مكرونه ونص كيلو سجق. بعد كده هتسيبهم يغلوا مع بعض كويس. وبعد كده انا كنت حطيت هنا هو الملح، لما لقيت الملح مش مظبوط حطيت كمان ملح. بعد كده هتسيبيهم من مده 12 دقيقه تسويه. هيغلي على تسيبيهم يغلوا مع بعض. وبعد ما يغلوا هتهدي عليهم النار، كل 3 دقايق تقلبي من تحت لفوق. بس اهم حاجه تحاسبي على السجق عشان ما يتبهدلش منك وما يتفكش تقولي لحمه مفرومه. الحاجه لما تظبطها معاكي هتتظبط معاكي. كل شويه تقلبي. ده كمان عند شكل الغرفه اهو، شايفين شكله سهل، يعني سهل وبسيط وسريع، ويتغرف معايا، ما خدش مني وقت، ما خدش مني ما يجيش 20 دقيقه 30 دقيقه كان خلصان. ده شكله. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتدعوا لي دعوه حلوه من القلب، وتقولوا لي اعمل لك طريقه ايه تاني، وتقولي لي طريقتها كده عجبتك ولا ما عجبتكيش. لو عجبتك ما تنسيش دعوه حلوه من القلب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.